الإمام علي عليه السلام وهو يصف عصرنا الحاضر: التلفزيون والهاتف والبث المرئي. قال: إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق يرى أخاه الذي في المغرب، وهو بالمغرب يرى أخاه الذي في المشرق. وقال أمير المؤمنين لصاحبه كميل: يا كميل، اعلم أنه في آخر الزمان في كل قصر مصباح ومرآة، وينظر بها البعيد والقريب، وهي علامة قائمة. وقال: يأتي زمان يسمع ويرى، من في المشرق في المغرب، ومن في المغرب في المشرق. ظهور وسيلة نقل تحمل الناس داخل جوفها، وهي السيارة. قال: وراكب الثعلب مختلف جوفها. وكذلك ذكر الاعتماد على السيارة في الذهاب إلى كل مكان، بما في ذلك الذهاب إلى المسجد. قال: في آخر هذه الأمة رجال يركبون على الميامر حتى يأتوا على أبواب مساجدهم. الطائرة والقطار. قال: سوف يطير الحديد في الهواء، ويمشي الحديد على الحديد. الطائرة الحربية التي تقصف الناس من الجو. قال: والحديد يجري على ظهر الهواء، وتمطر عليهم نارا، ويموت من أهل الأرض من 7 5. تغشى الناس فيها عذاب أليم، تأكل الأنفس والأموال، تدور الدنيا كلها في 8 أيام، تطير الريح والسحاب، حرها بالليل أشد من حرها بالنهار، ولها بين السماء والأرض دوي كدوي الرعد القاصف، وهي من الرؤوس أدنى من العرش. القنبلة الذرية. قال: وإن الذرة لتحرق العالم، أما والله إن من ورائكم الذر الأذر، لا تبقي ولا تذر. رؤية المجرات والفضاء. قال: انكشاف الستر والبروج، وهي على ذلك إلى أن يظهر قائمنا المهدي.